تحية طيبة. بعض وسائل إعلام دولة العسكر تناقلت خبر مفاده أن وزير الصناعة الجزائري استقبل سفير قطر في الجزائر العاصمة من أجل تباحث هذاك المشروع ديال زراعة الحليب وإنتاج الحليب وخصوصا حليب الأطفال. لكن التحاليل ذهبت معظمها إلى أن هذه خطة جديدة من الشيخ تميم وعبد المجيد تبون من أجل محاصرة ومهاجمة ومعاداة المملكة المغربية من خلال واحد الاتفاقية حول الصلب والحديد اللي احنا كان نتوقع كمغاربة وكمتتبعين بأن نظام الشيخ تميم وفي إطار سلسلة العداء ديالو للمصالح العليا للمملكة المغربية ربما يستثمر في غار جبيلات اللي هو منجم من كبريات المناجم الحديد الموجودة في منطقتنا واللي كتبع تاريخيا من حيث الجغرافية للمملكة المغربية. احنا كنعرفوا الصحراء الشرقية أراضي مغربية محتلة من نظام دولة العسكر. غار جبيلات هذا اللي كان فيه اتفاق كبير وخلاف مع نظام دولة العسكر جمد ومنع الاستغلال ديالو لأن نظام دولة العسكر في صدام مع المملكة المغربية ودولة قطر غتدخل على الخطوة أنها تمول داك سكة الحديد اللي كتربط مناجم جبل هاد غار جبيلات إلى المتوسط في دولة العسكر الجزائرية. مرة أخرى تميم كيعطينا إشارات قوية بأنه فعلا عدو المملكة الخفي اللي خص المغاربة ياخذوا بالهم منه، وهو من يمول نظام دولة العسكر في واحد مجموعة ديال المشاريع. لأن كنعرفوا نظام دولة العسكر الشكارة ديالو اخوات دراهم يلاه كتقد الجزائريين في قوتهم اليومي. عائدة غاز والبترول بالكاد كتغطي الحاجيات الأساسية للشعب الجزائري ومحتاج الأموال باش يحارب المغرب والمغاربة. وكنعرفوا النظام القطري ما كيحاربش فقط المغرب وإنما يحارب حتى حلفاء المغرب وعلى رأسهم الإمارات العربية المتحدة.